السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله بخير. مع حضراتكم كابتن احمد علاء من بيون زينون. النهارده هنتكلم عن ازاي تختار مضرب بدل للمبتدئين. اول حاجه هنتكلم عنها هو وزن المضرب. حاول في الاول تختار وزن مضرب خفيف بين 340 ل 360 ماكسيموم. ده عشان ايدك ما تتعبش بسرعه او ما تجهدش ايدك، لان هي لسه بتتعود على ايفورت او مجهود هي بتعمله لاول مره، خصوصا لو ما بتتحركش كتير او ما فيش اي نوع رياضه تانية. وعشان تقدر تتحكم في المضرب بشكل احسن ويكون سلس اكتر. تاني حاجة هنتكلم عنها هو الشيب بتاع المضرب أو الشكل بتاع المضرب. يعني إيه؟ عندنا ثلاث أشكال. عندنا الراوندد، ده بيبقى كنترول. عندنا التير دروب، ده بيبقى بالانسد بين الباور والكنترول. عندنا الدايموند، ده بيبقى باور. تالت حاجة نتكلم عنها هو الماتيريال بتاعة الراكت. دايما بفضل المبتدئين الايفا سوفت او الفوم سوفت. ده بيبقى بيمتص الاهتزازات، بيحافظ على مفاصل الايد، والمضرب بيكون اخف ومريح للايد. مثال بسيط عن المضرب بالبادل كي 2 باور. المضرب ده بيست سيلينج عندنا، باقي منه 2 بيسز بس. سعره مناسب جدا، مضرب تحفة جدا، ماتيريال ممتازة، والمضرب بيتباع الحمد لله. آه، طبعا في مضرب نوكس الانترميديت، هنتكلم عنهم بشكل تفصيلي في فيديوهات تانية. ده للشركات المحببة إلى قلبي النوكس. ماتيريال محترم جدا، باكجينج محترم جدا، سواء شوزات سواء شنط، كل حاجة. عندنا الحمد لله براندز كتيرة جدا. عندنا بلس 11 براند من التوب تير، مش أي براند وخلاص. عندنا سايكس، عندنا بادل، عندنا بابل، عندنا ويلسون، عندنا نوكس، عندنا الدروب شوت، عندنا كروك، عندنا كتير جدا الحمد لله. تشكيلة الأسعار أو رينج الأسعار من 3 لحد 22,000، فأكيد هتلاقي حاجة تناسبك. ابعت لنا واتساب أو بلاتفورم على السوشيال ميديا، وهتلاقي الويب سايت بتاعنا. بس ما تعتمدش على الويب سايت بشكل اساسي، ادخل اسالنا، ممكن تلاقي فيه اوفرز لسه ما نزلتش على الويب سايت، ممكن الداتا لسه ما اتحددتش على الويب سايت. فابعت لنا واتساب او بلاتفورم، منتظرينك.